عزيزتي الأم، هل تعرفي إن الولد من الجيليات علشان يروح يحلق شعر يختار من قصات كتير قوي؟ سامي بالهبل. زمان كان بيقول أنا نازل أحلق عادي، خدي عندك باز كات ده قصير عادي، كرو كات قصير برضو عادي، فرنج كات هو بتلاقي شعره واقع على القورة كده، ميدل بارت اللي هو مقسوم من النص كده، لو تيبر فيد اللي هو طويل من فوق ينزل يقصر شوية يبقى مفيش شعر بقى عند الودان والحتة دي خالص، بيرست فيد شبه اللو تيبر بس مدور، هتلاقيه بقى من هنا عامل نص دايرة، سبايكي طبعا احنا عارفينه ده من ايام الواد ابو جل في شعره لما فرنش كراب ده برضو بيبقى قصير من الودان الجناب بس قصير بقى كمان من فوق، مش زي التيبر فيد اللي هو طويل من فوق، لا نركز. مولت ده بقى بيبقى قصير من الجناب ومن قدام بس طويل من القفا لا مؤاخذة، يعني بيبقى نازل كده، وده في منه انواع كتيره قوي، اتس كومبليكيت. بس انا قلت اقول لك عشان لو ابنك جه قال لك انه هيعمل اي حاجه في شعره من الحاجات دي كلها تبقي فاهمه، لان انا عارفه ان انت مش هتبقي فاكره، بس انا قلت اقول. مع تحيات حمله اعرف ابنك وعلم عليه. باي.